انا النهارده جيت المطريه قبل يوم 15 عشان اشوف اهالي المطريه بيحضروا ازاي لليوم ده. بيبقى اكبر تجمع فطار في مصر وممكن يكون في العالم كله اصلا، بتبقى فرحه حلوه. فجيت اشوف النهارده المطريه بتفرح ازاي وبيعملوا ايه اليوم ده. يلا بينا نشوف مع بعض تحضيرات يوم 15 في البطريه. ومعانا ابراهيم بقى هيكلمنا ويفرجنا على شارع المطريه ويقول لنا ايه الجديد السنه دي. يلا ابراهيم. يلا بنشتغل من اول رمضان. بنبدا في كل حاجه في اللون. كل اهل المنطقه شبابنا واخواتنا كده بنشارك بقى فيها وبنعلق اللون وبعدين بنشتري الزينه. بعدين بقى ايه واحده واحده بنبدا نعمل كل حاجه. بس اكتر حاجه بتتعبنا مش اللون والزينه، الاكل بقى اللي هو ده طبعا ده بيبقى طبعا. انت لما حاجات بتعمل اكل الاسره واحده بيتعب بصراحه. لولا امهاتنا والمساعده اللي هم بيساعدوها لنا يعني ما كناش عرفنا نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها. السنه ال11 لسه لغايه دلوقتي لسه بنعملها ومكملين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل سنه ربنا ان شاء الله ما يقطعها عاده. هيفرجنا على باقي الشوارع. يلا بينا. حاجه حليمه وامهاتنا الحلوين اللي ساعدوا في المحشي بقى والاكل والعزومات وكده. صح يا حاجه حليمه؟ حاجه حليمه حبيبتي. انا حبيبتي فاكرينها طبعا. قولي لي يا حاجه حليمه، انت النهارده بقالكم قد ايه بتعملوا في المحشي؟ ابتدينا النهارده وان شاء الله لحد يوم الجمعه. حشيتوا قد ايه؟ يعني عملنا قورنا لسه. قورتوا قصدي قد ايه؟ قورنا كتير يعني والله ما عارفه قد ايه يعني. قد 200 كيلو. 200 كيلو؟ ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يديكوا الصحه يا رب. يبارك فيك يا حبيبه قلبي. تاني هنقور لحد يوم الجمعه. لحد الجمعه. العزومه السبت. العزومه ان شاء الله السبت. مصر بتفرح بيكوا والله وبالحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها. ومش مصر بس، ده العالم كله بيشوف الحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها. ان شاء الله يخليك يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي يا حبيبتي. تسلم ايديكوا. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. من اول يوم رمضان الفرحه موجوده هنا عندنا في عزبة حماده. انا عايزه اجي اقعد معاكم على طول. تنورينا والله. يعني 30 يوم تنورينا والله تنورونا. انا عايشه في شارع كله ضلمه. فرحه رمضان هنا جميل قوي. حاجه ثانيه المحشي والرز البسمتي والمشويات. انا هاجي ادوق والحلويات. امبارح كان في على فكره زلابيا كانت بتتعمل، ايس كريم ببلاش، فشار ببلاش. كان كل حاجه هنا موجوده. مش هتصدقي احنا عندنا هنا 2 في العزبه، الحاج سلامه واخوات محمد نبوي. الفول ده بيعملوه ببلاش يوزعوا علينا. كل يوم ما بنشتريش. العرقسوس نفس الطريقه، يعملوا عرقسوس ويوزعوا علينا. ازيك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. مرتب. قول لي بقى، انت بتفرح في المطريه هنا يوم العزومه؟ ايوه. علقت الزينه؟ كل سنه بتحضر العزومه؟ بجد؟ انت جميل. اسمك ايه؟ يوسف. انت جميل يا يوسف خالص. قول للناس بقى كل سنه طيبين. حبا جدا كده. وكلنا بنحبك جدا جدا جدا. يا حاجه اخباركم ايه؟ كل سنه طيبين. انا شايفه محشي وحاجات حلوه كده. ايه ده؟ ده محشي العزومه. محشي العزومه. انتوا اللي منورينه؟ طبعا. ما شاء الله. قورتوا قد ايه؟ احنا قورنا النهارده 150 كيلو. ما شاء الله. ايه ده بقالكم كام يوم فيه؟ لا النهارده اول 150 كيلو النهارده. ما شاء الله ربنا يديكم الصحه. احنا دلوقتي رايحين نوزع. هو دلوقتي ده متقور، دول 20 كيلو رايحين دلوقتي نوزعهم. ننزل العزومه يعني الظهر الساعه 2 الظهر. ده بيقولوا 300 كيلو وحاجه كده. 400 كيلو. ده 400 و150 فلفل يعني كده تخش 600 كيلو تقريبا. 600 كيلو. اكيد بقى لحد اخر الشهر ما بتاكلوش محشي. بعد لا واحده المصريين ما بيزهقوش من المحشي. المصريين ما بيزهقوش من المحشي. ان شاء الله تيجي. لا انا جايه ان شاء الله، بس تيجي من بدري بقى. ودول المحشي بتاعنا. كل سنه طيبين. طيب قولوا لي بقى اخبار تجهيزات 15 ايه؟ هناكل حاجه حلوه ولا ايه بقى؟ ان شاء الله كل حاجه حلوه. ده كده ان شاء الله. ده مش ده انتوا اللي عاملينها، اكيد هتبقى حلوه ان شاء الله. حضرتوا ايه بقى ولا هتحضروا ايه؟ في محاشي، في حاجات حلوه. كل سنه طيبين. وانتي طيب. انتوا حلوين وانتوا والله العظيم المكان حلو بيكوا اساسا. وانتي والله العظيم انت ست نورتونا وشرفتونا والدنيا كلها منوره بيكم. حبيبه قلبي ربنا يخليكم. كونوا دايما متجمعين. بس بعزومه عندنا ان شاء الله. ده اساسي لازم اجي ان شاء الله. خلاص حبايبنا بنات المطريه الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اخبار العزومه ايه؟ حلوه قوي جميله. ربنا يديمها عليهم يا رب بقى ونهيص معاهم كده. انتوا البركه بتاعت عيش. ربنا يديكوا الصحه يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. وانتوا يا بنات بتعملوا ايه بقى في المطريه؟ هيصوا. بتعملوا ايه بقى؟
بنقف في البلكونه فوق. في البلكونه؟ لا ما بتعلقوش زينه، ما بتعملوش اكل، بنوقف مش انتوا كبار بقى كده؟ ايوه انتوا اللي بتحدفوا بلالين من فوق بجد؟ انتوا امارات. كل سنه طيبين. باي باي. اسمي فريدة. بتعملي ايه بقى يا فريدة يوم 15؟ بعمل ايه بقى؟ اكيد هاجي هنا بقى وهفطر معاهم. ايوه. وانا اصلا اخويا بيشتغل هنا. بجد؟ انت بتعملي ايه؟ بتعملي محشي؟ لا انا ما بعملش. بتاكلي بس. طيب هتقولي حاجه للناس؟ بحبكوا قوي وبحبك قوي. انا اللي بموت فيكي حبيبه قلبي. قولوا لهم بقى كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين. ومعانا بقى دلوقتي بركه المطريه الحاجه حمدي. قولي الاول ايه الفرق ما بين المطريه زمان ودلوقتي؟ زمان احلى ولا دلوقتي؟ لا دلوقتي شباب المطريه مما اجمل مما يكون من التجمعات الاسريه. عملوا حاجات احنا في ايامنا ما شفناهاش. المطريه حضرتك حلفتي فيها وشفتيها قد ايه؟ فيها كام الف نسمه، كل دول عيله واحده. وتاريخ المطريه اصلا تاريخ عريق. هم اولادها النهارده بيكملوا اهو. يعني انت مبسوط بقى بالاجواء والحاجات دي؟ ولادك بيشاركوا طبعا فرحانين، وانا نفسي فرحان وبرجع لطفولتي معاهم. ما شاء الله. من جمالها ومن جمال الولاد. يعني الواحد بيتمنى ان مصر كلها تكون كده. بيشوفونا دلوقتي كل سنه وانتم طيبين، عودها علينا وعليكم بخير. من المطريه بتمسي على مصر كلها. يا ريتكم تكونوا معانا وانتم زي انتم معانا بس بقلوبكم. بس في كل منطقه فيكم في مصر تبقى 15 رمضان في كل مكان. السنه ال11 للافطار الجماعي ده، السنه دي بقى ايه المختلف؟ المختلف ان احنا زودنا عدد الشوارع، لان الناس عددها بيبقى الاقبال كتير، ففي ناس يعني بتقعد وفي ناس ما بتقعدش، فاحنا عشان كده عملناها خليناها 18 شارع. بنبدا ان احنا نوسع المجال في الموضوع، لانه هو بتبقى فرحه لينا. احنا مش بنعص حاجه من حد ولا اي حاجه، هو الموضوع كله فرحه وافطار صائم وكلنا حبايب واصحاب وكده بس. لا انتوا ناس جدعه، ناس جدعه قوي. وانا ان شاء الله هاجي السنه دي، لان انا عمري ما جيت وحابه اجي السنه دي. اول واحده ان شاء الله. استاذ ايهاب بقى هيكلمنا عن التنظيم، لانه هو من احد المنظمين للافطار الجماعي السنه دي والسنه اللي فاتت وكل سنه، صح؟ طب كلمنا بقى عن التنظيم، بتنظموا ازاي وازاي بتقدروا تحكموا العدد ده كله وكله يطلع مبسوط؟ اولا كل سنه وحضرتك طيبه وشرفتينا ونورتينا. هي العمليه بس مع مرور الوقت بدا التنظيم يزيد معانا. يعني كنا الاول بادئين ب3 ترابيزات، فكان بينظمها مجموعه قليله جدا من الشباب. مع مرور الوقت وعدد الترابيزات كتر، فاصبح الشباب بيكتروا. فاحنا عشان نقدر نحكم التنظيم حاولنا نساعد بعض ونعمل جروبات. الجروبات ديت لكل شارع له جروب، وكل الجروبات دي متصله بجروب واحد اللي هو جروب الاداره. فده خلانا ساعد معانا في التنظيم، وفي نفس الوقت سهل معانا ان احنا نقدر نحكم العمليه شويه عن طريق كل شارع. لو في اي مثلا حاجه بنبعتها على جروب الشارع دوت، والشارع يتواصل مع الاداره وناخد قرارات جماعيه مع بعض فيها. ايه اصعب حاجه بتقابلكم؟ الاعداد بس. اي عدد هيجي المطريه شرفنا على دماغنا، بس هي كل بس اللي احنا عايزينه ونطلبه من الناس الصوره بس معانا ويساعدوا معانا في التنظيم. فنبان احنا وهم واجهه مشرفه بقى، مش المطريه لمصر كلها. طبعا ده الصيت بتاع المطريه بيروح للعالم كله. بس اللي انا طالبه من حضرتك يوصل للناس اللي يساعدونا في يشوفوا النظام اللي احنا عاملينه. لو هم ساعدونا في النظام اللي احنا عاملينه مش هيبقى في تكدس، مش هيبقى في اي حاجه، وكله هيستمتع باليوم وكله هيبقى قاعد مبسوط. بس طبعا في جنود مجهوله كتير ورا الكاميرا اللي ما نعرفش عنهم ان هم برضو مشاركين واساس في الزينه بتاعه المطريه. عم محمد هو اللي عامل كهرباء المطريه، الشوارع بتاعه الزينه كلها، صح؟ الحمد لله. يعني انا بساعد برضو مع الشباب هنا. كلنا هنا بنكمل بعض. صح. المطريه وفرحه المطريه، ويعني المكسب الكبير اللي الحمد لله المطريه مسمعه بيه دلوقتي كلها في العالم كله، يعتبر بان احنا الفرحه مش لواحد بس، الفرحه للاهالي، لاولياء الامور، للابناء، للصغير، للكبير. وعلى قد ما بنشوف الناس اللي بتيجي تصور الاشكال الجميله اللي على الحيطان ديت اللي الشباب بيفضلوا فيها لحد الساعه 6 الصبح يصوروا، احنا بنفرح. صراحه هي فرحه كبيره للمطريه والشعب المصري كله. تعملوا محشي؟ معاكي كام كيلو؟ طيب معاكي كام كيلو؟ 10 كيلو. ربنا يديكوا الصحه يا رب. معانا استاذ احمد وهيكلمنا برضو عن التنظيم السنه دي. السنه دي احنا وزعنا، يعني زودنا على الشارع معانا 8 شوارع، 18 شارع. ان شاء الله
زودنا الوجبات السنه اللي فاتت 25 السنه 70000 وجبه ما شاء الله ما شاء الله. بس ده اللي بالزياده يعني عشان ده غير اللي علينا، عشان برضه في وجبات تكاوي للي مش قاعد على ترابيزات. وعملنا كمان نقط توزيع وجبات تكاوي بره عشان كله يتشد بقى، عشان ما يبقاش فيه تكدس وزحمه في الشوارع. اتسمت بعزبه حماده ليه؟ هو نسبة لأول بيت اتبنى في العزبة. أول بيت اتبنى في العزبة. أول بيت اتبنى في العزبة. زي أول بيبقى في الشارع ده بس بيسمى شارع على اسمه يعني. أول حاجة بتتبني أو أول حاجة موجودة هي بتتسمى على اسمها بس. تعالوا تعالى قول لك صوت بجد. أنا مبسوطة جدا. أنا مبسوطة إن أنت بتتابعيني. اسمك إيه؟ كارما. اسمك جميل. أهل المطرية وأطفال أهل المطرية بيقولوا لكم إيه؟ كارما أصغر متابعة عندي، حبيبة قلبي. أنا شايفة كده في تظبيطات وفي حاجات كده. طبعا. طب إيه بقى؟ التظبيطات عبارة عن مثلا بنعلق إرشادات، بنعلق البوسترات بتاعتنا بتاعت السنين اللي فاتت والكلام دوت. انا شفت فيديو كده على السوشيال ميديا لغسيل يتعلق ولا ما اعرفش ايه عشان ما تقطعوش الزينه. لا عشان بس هو الغسيل بس عشان مثلا يعني الشكل العام، ويبقى مثلا الكاميرات وهي بتصور ما يبقاش في حاجه زي كده بس عشان الشكل العام يعني الشكل الجمالي. عشان الشكل الجمالي بس. قولي بقى كنتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ بنشرح بس عشان في حاجات لازم الارشادات كلنا بنتابعها وكده بنمشي عليها خطوات. يعني مثلا بنبتدي نسكن الحاجات بتاعتنا، نبتدي ننظم موضوع الاكل، يبقى الوجبات هيبقى فين وفين وفين، عشان طبعا كم كبير جاي، فاحنا بنحاول على قدر الامكان نستعد للكم المهول اللي داخل علينا كده. ده كله لازم بنبقى عاملين حسابه عشان وقت اليوم ما عندناش حاجه اسمها تهاون. كل حاجه ليها عندنا لازم يبقى ليها بديل، وفي ثانيه لثانيه باذن الله بتبقى كل حاجه مخلصه بعضها. الفكره اصلا بقى من البدايه جات لكم ازاي؟ ان احنا فطرنا افطار جماعي اصحاب مع بعض في الشارع، ابتديتوا تطوروا. ابتدت البذره بقى من هنا ابتدت البذره من هنا طرحت وعملت الشكل اللي احنا فيه دوت. انتوا متوقعين حاجه زي كده ان هي تنتشر في العالم كله؟ حضرتك هو احنا موضوع ده توفيق بتاع ربنا اللي احنا وصلنا ده توفيق من عند ربنا، عشان احنا نيتنا كلنا خير. احنا عملنا كده حاجه تطويع لله او حاجه محبه صحاب في صحاب، بنجمع حبابنا اصحابنا جيراننا اللي ما بنشوفوش بيجي، اللي بقالنا كتير ما بيتقابلش معانا بيجي اليوم دوت، اللي مسافر بيبقى مثلا موجود كده. هي جت معانا كده. انتوا بتفرحوا ناس كتير جدا، ان احنا بنفرح الناس. دي حاجه يعني جبر الخواطر، دي حاجه جميله ربنا سبحانه وتعالى يعني موسع عليها. اللي بيجي واللي مش بيجي بيبقى مبسوط قوي، طبعا. واللي مش بيجي بيبقى نفسه يجي احنا اهم جدا. حاجه عندنا ما بنعرفش نزعل حد، بنضحك في وش الكبير والصغير، ما بنعرفش يعني نقل ادبنا على حد. دي ممنوعه نهائي جدا. حتى لو اللي قدامك استفزك، هو مهما كان دفع عندنا بنشيله فوق دماغنا. الابتسامه الحلوه، ولما يحصل معاه اي مشكله بيلاقي اكتر من واحد متواجدين حواليه بيعملوا له اللي هو عايزه وبزياده، ويتشال من على الارض شيل. ده اي حد ينور، قبل الغريب قبل القريب، بيجي لنا بص من جميع الدنيا بينوروا. واللي ما بيلاقيش مكان في الشارع عشان خلاص الشارع اكتفى، بيوتنا بتبقى مفتوحه ليه. انت ممكن تخش يعني مثلا بعد الفطار تخش البيت بتلاقي ناس قاعده عندك انت مش عارفه هم دول مين. ربنا يديكوا الصحه. عندنا الكلام دوت. ربنا يديكوا الصحه. وبجد رمضان في المطريه حاجه ثانيه. الحمد لله، دي شهاده نعتز بيها ان انتوا بتقولوها علينا، واحنا الحمد لله بنقدر يعني بالشهاده ديت ان احنا نوصل لاقصى درجات الانبساط، ان احنا نبسط الناس على قد ما نقدر. عايزه اقول لكم الاجواء هنا تحفه 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 بجد، سعاده مش قادره اوصفها لكم عامله ازاي. وبهجه رمضان هنا حاجه ثانيه، لا حقيقي حاجه ثانيه. انا والله العظيم مش عايزه امشي. وعلى فكره اللي عايز يجي هنا يزور المنطقه ويقعد فيها ويتصور ويحس ببهجه رمضان هنا ممكن يجي في اي وقت. فانا حبيت اجي النهارده علشان اشوف بيجهزوا ازاي ليوم 15 واتمشى فيها شويه واقعد بتلكك الصراحه عشان اجي. استنوني بقى فيديوهات المطريه الايام الجايه. سلام.